ناس كتير استغربت يوم وفاة الرئيس مبارك لما لقوا نجوم المجتمع في الفن والرياضة والإعلام بيعزوا جمال مبارك، لدرجة إنهم قالوا ساعتها: أمال مين اللي عمل الثورة يا جماعة لما كل دول جايين يعزوا الرئيس وواقفين جنب ابنه كمان؟ بس تقدر تقول كده الموضوع ببساطة بعيدا عن السياسة إن جمال مبارك نجم، يعني زيه زي عمرو دياب وعادل إمام كمان، شخصية مشهورة لما بتظهر في أي حتة لازم تعمل قلق. ظهور جمال مبارك لأول مرة بعد اختفاء طويل كان بيعزي الأمير محمد بن زايد في وفاة الشيخ خليفة، وساعتها الصحافة نقلت الصورة وكأنه حدث كبير، لكن في الحقيقة لو جيت بصيت للموضوع من زاوية تانية هتلاقيها مجرد لفتة إنسانية ما بين اتنين صحاب. وبعدها بشوية بيظهر في فيديو للعالم كله بيتكلم فيه عن براءة آل مبارك وقد إيه كانوا ضحايا ومظلومين وربنا جاب لهم حقهم، مع إنهم في الحقيقة ما كانوش براءة من كل حاجة ولا حاجة، وفي أحكام نهائية خدوها في قضايا تانية غير اللي اتبرأوا فيها. ومع بداية ظهوره في مناسبات كتير مختلفة ابتدت الناس تتقسم عليه، ما بين اللي بيقول ده بيجهز نفسه علشان يترشح لرئاسة الجمهورية، وما بين اللي بيقول لا خالص مفيش الكلام ده مجرد شخصية عامة زيه زي أي حد وبيتصرف بشكل طبيعي. لو جيت فكرت شوية في ظهور جمال مبارك في الكام سنة الأخيرة هتلاقي فعلا كل ظهوره كان ظهور اجتماعي وملوش أي علاقة بالسياسة. مرة تلاقيه بيعزي، مرة تلاقيه بيجامل، مرة تلاقيه بيزور قبر العيلة، بس الفكرة كلها ان في كل مكان بيظهر فيه الناس كان لازم تتصور معاه، والكاميرات بتجري وراه في كل حتة من غير ما هو يناديها. واللي مخليه دايما ظاهر بزيادة واسمه بيتردد كتير ان الصحافة تقريبا لما بتشوفه في اي حتة بتسيب كل الموجودين وتركز معاه هو، لدرجة انهم بيفضلوا ماشيين وراه بالكاميرات والموبايلات، زي ما حصل معاه كده في عزا رجل الاعمال رؤوف غبور. وساعتها جمال هزر معاهم وقال لهم خلاص كفاية بقى وارجعوا شوفوا باقي الناس. ومن ناحية تانية بيتعامل في حياته الشخصية على انه شخص عادي جدا بيتصرف بشكل طبيعي بعيد عن قيود السلطة، فممكن تلاقيه بيتصور مع بنته في رحلة للأهرامات أو بيتصور معاها في حفلة مدرسية، وممكن جدا تلاقيه بيسهر ويتعشى بره زي ما ظهر في حفلة في الساحل الشمالي وتصور مع المعجبين عادي. ولو جيت بصيت للموضوع من ناحية تانية برضه هتقول عادي جدا ده حقه، زيه زي أي حد بيتكلم في أي حاجة تخصه في الوقت اللي يعجبه سواء اتفقت أو اختلفت معاه. لكن هنا بقى كان السؤال الأهم: طب اشمعنى بعد السنين دي كلها يبتدي يظهر ويتعامل عادي؟ هل هو اكتشف فجأة انه فعلا شخصية عامة ولا فعلا له اهداف تانية؟ كل الحاجات دي طبعا شغلت اهتمام الرأي العام ومفيش حد ابدا يقدر ينكر ده، منهم اللي قال جمال كبر خلاص ومش عايز اي دوشة وبيعيش حياة طبيعية جدا زي اي حد من غير ما يركز في التفاصيل اللي حواليه، ومنهم اللي فسر ظهوره المفاجئ ده حتى لو في مناسبات اجتماعية على انه متعمد فعلا يلفت الانتباه وبيحاول يجدد الطموح القديم بالعودة للمشهد السياسي مرة تانية. في كل الأحوال سواء اتفقت أو اختلفت معاه، بس خلينا معترفين إن جمال مبارك زيه زي أي مواطن مصري من حقه يعيش حياته بشكل طبيعي جدا، وشئنا أم أبينا هو برضه في الآخر شخصية عامة، حتى لو مش عارفين هو شخصية عامة في إيه بالظبط، لكن الأكيد بقى إنه شايف شغله ومركز في حياته وعايش حياته بطريقته وواخد باله كويس قوي من تصرفاته، حتى لو كانت تصرفاته دي تبان للناس على إنها تلقائية وعفوية.